بعد ما اتشرطوا على الأهلي علشان خاطر التجديد، الخطيب هيأدبهم وهيعلمهم يعني ايه قيمة تيشيرت النادي الأهلي. في الحقيقة كده ملف تجديد بعض اللعيبة جوه النادي الأهلي كان الشغل اتشغل في الفترة اللي فاتت، وده طبعا جنب ملف الصفقات، وخصوصا بقى اللعيبة الكبيرة اللي بدأت تتشرط على النادي الأهلي. أنا عايز 20 مليون وأنا عايز 30 مليون. فقرر كابتن محمود الخطيب التجديد لياسر وربيعة بشروط الأهلي، ولكن تهميش أكرم توفيق في الفترة اللي جاية هيكون ملحوظ جدا، وخصوصا بقى بعد ما الإدارة قررت إن مفيش أي جلسة تجديد هتجمع أي حد من النادي الأهلي مع أكرم توفيق، وإن يسيبوه يشوف مستقبله في الشمال القطري زي ما اختار، وخصوصا بعد شروط نادر شوقي التعجيزية اللي قالها في آخر جلسة مع الكابتن محمد رمضان. وعشان كده قرروا في النادي الأهلي تهميش أكرم توفيق والجلوس مع ربيعة وياسر، ولكن بشروط النادي الأهلي. وفي الفترة اللي فاتت اللعيبة دي كانت بتتشرط على النادي الأهلي، وخصوصا إن ما كانش فيه لعيبة قوية في أماكنهم، فبالتالي هما لعيبة أساسية في النادي الأهلي وفي منتخب مصر. فقرر كابتن محمود الخطيب واللجنة الفنية ولجنة السكاوتينج ولجنة التخطيط التعاقد مع صفقات قوية تليق بالنادي الأهلي، وده اللي حصل في ميركاتو يناير الحالي، سواء بقى التعاقد مع بن شرقي ولا تريزيجيه ولا أحمد رضا ولا حتى ياسين مرعي واللعيبة اللي جاية في السكة، سواء بقى في خط الدفاع أو حتى في خط الهجوم. فالتعاقد مع لعيبة قوية تليق بالنادي الأهلي، فبالتالي أنت مش هتحتاج لتجديد بعض اللعيبة، أنت هتجدد علشان خاطر إحنا عايزينك تجدد، فهتجدد بشروطنا. يعني الجلسة اللي هتجمع بين ياسر إبراهيم ورامي ربيعة وإدارة النادي الأهلي هيتم وضع المبلغ اللي شايفاه إدارة النادي الأهلي مناسب، ولكن في حال الرفض فهيسيبوهم يشوفوا مستقبلهم في الفترة اللي جاية، وخصوصا بقى ان اللعيبة دي عقودها تنتهي مع نهاية شهر 6 اللي جاي. ففي الحقيقة كده اللي محتاجينه دلوقتي هو رأيك في الكومنتات، وتقول لنا ايه رأيك في تعامل إدارة النادي الأهلي مع اللعيبة اللي اتشرطت عليه.